حبيت حنا نديروا كيما نحبوا وين نحبوا وانتم راكم عارفين اش نديروا حنايا. شوف اخي، نلتزموا بالمنطق. يعني احنا كناس، يعني لما تجي تقول لي انت كمغربي راك تنظف الدوره لازم تخدمني، انا نجيب دراهمي وانت تكون الخدام تاعي. مستحيل باش ما تكونش كيما هكذا. مستحيل باش انا نجي عندك وانت ما تخدمنيش. انا راني جاي بفلوسي وانت راك جاي على جال تخدمني. انا نجيب دراهمي وانت تخدمني، انت حسب الغلا كيما حبيت، وانا نعرف شحال تسوى الخدمات عندكم ونجيب دراهمي قد الخدمه تاعي. ومادام القجع دار الشروط راح يتحمل يعني نتائج تاع الكاف. الى هذا شرط شروط قبل حتى الملاعب ومازال ما وجدتش. ملاعب راني نقول لكم ملاعب مازال ما وجدتش. الى تخدموا عقلكم فقط. راني نخاطب فيكم العقول النيره، الناس اللي تفهم في البناء وتفهم في العمران وتفهم يعني في التخطيط. وهذا المهندسين اللي يعرفوا لازم يعرف باللي هذا استاد مستحيل باش يوجد. جيب لي اي انسان يعني يعرف في البناء يقول لك مستحيل باش يوجد هذا. 6 اشهر لازم تسلموا الكاف. الكاف درك ما تسامحكش. ديجا بدات بعض التصريحات قلت لك تاع موتسيبي يقول باللي الملاعب مش راح تجهز. اسمح لي لا كاش بوتين الاخوان كل رجعوا للعاير وما تسلكش بلاتي بوتين. الاخوان بعض الكلمات نسحبهم بارك الله فيكم. راه جاني انذار تام بسبب بعض الكلمات يعني حساسه اللي كررها الاخ لافيريتي. جاني الانذار دروكا والله العظيم. على كل حال بعض الكلمات اللي تدينا المشاكل كما هذه من الاحسن من الافضل ما نقولوهاش، ولا كاين بعض الاخوان السينياليو. انا قلت بسبب كلمات او الاخوان اللي سينياليو. علاش تسينياليو؟ جاتني بلاكا والله. عيب يا اخوان الكرام. الكلمه اللي قلت بالعربيه انا ما كتسينياليش. هذيك الكلمه اللي قلت ما كتسينياليش. هذيك اخويا هادو الناس كيسينياليو. هادو راه الجزائريين كيسينياليو. المغاربه ما يمكنش يسينيالي لان لا ماشي مغاربه. لا انا على بالي المغاربه ما يسينياليوش. والله جاتني بلاكا يا اخي. بوتين قال لك بان المغاربه ما يسينياليوش لان انا جزائري ما صالحش. نكمل اخويا بوتين. هذا اللايف كيحمي مصالحهم ما يمكنش يسينالي. وهذه الكلمه اللي قلت ما يمكنش تسينالي لان التيك ما كيفهمهاش كاع. هذيك الاخرى وين حبيت ما يفهمهاش. كاينين جزائريين هنا كيسيناليو. مع الاسف الشديد والله الان عندي انذار تام مع الاسف الشديد. واخا يلا بوتين تفضل اخي كمل كلامك بوتين. شوف ابراهيم، انا قلت لك من هذا يعني هذا المساحه اللي راك عاطيهاني راني ناكد لك ان مش راح يلقاك يسيبك اي اذى اذا انسان ما اذيتوش. والله يا اخي بوتين جاتني بلاكا. والله يا اخي جاتني بلاكا. علاش ولا صديق ابراهيم صدقك انا عارفك انسان واقعي يعني تضحك تبغي نكونوا ساعه نهضروا ساعه نضحكوا ساعه نتنرفزوا ساعه. لكن الاساءات لما الانسان نسيء لك، انا نسيء لك بادب. انا نقول واش فيك بادب. انا ما نسبكش. مي نقدر نسب بصح ما نسبش. لماذا؟ لان ابراهيم نحترمه نحشم. كون ابراهيم يقول لي وعلى بوتين قلت لي الهضره هذه تجيني عيب بزاف طايحه. رانا نهضروا في سلطانه طلب الجوله يا سلطانه. طلب الجوله تفضل. كمل بوتين خويا. كنا نناقشوا الموضوع قلتي هذا ياك. كنا نتكلموا على الاراضي والملاعب غير جاهزه وكذا هكا. قلت لك في حوار تاع موتسيبي مع جريده فرنسيه يعني وين قال رانا ندرسوا في واقع تاع الملاعب الغير جاهزه في المغرب. ويعني واليوم نشوفوا الكاف راه تورط الكاف يعني. والفضيحه راهي عند المغرب صراحه. يعني ماشي فضيحه تاع عمران، هي فضيحه تاع بناء. يعني الملاعب هذه ما كملتش كما كملتش راح تكون فضيحه اكيد. يعني المغرب للمره الثانيه ياجل يعني يرفض وينزعوا له بعد بوتين ارجوك بعد الكلمات من الاحسن نسحبوهم ما نزيد نكرروهم نقولوهم في اللايف كما هذه اللي تقول في الضياع. من الاحسن ما نزيدش نكرروها. معليش صح. لا ما يعرفهاش هذيك. انا متاكد شي يعرف. انا متاكد اني الروبو نعرفوا على شيء يهدر نعرفوا. الكلمات اللي اسات بهم انا يعرفهم فان كذلك. ممكن صح. لعب جوله ابراهيم الا عندك سينيال. خلي السينيال نقعدوا معاك في اللايف ولعب جوله وخص باش يروح لك السينيال هذاك.
اوكي واخا ما يروح لك الانذار. واخا العب باش يروح لك الانذار. واخا اذا خليك معنا لا فيريتي بوتين مدريدي. خلي اعطونا دقيقه بارك الله فيكم نديروا الجوله. يعني في انتظار هذا بوتين لا يقدر يجيب لنا اسم هذه الجريده اللي هضر فيها. ايوا نكملوا هذا الموضوع. نعم خليكم معنا. الانتظار هذا يمشي يقلب درك تجيبها درك. يلا جيبها يلا خليكم نديروا الجوله. انا غير اللي كنشوف قال الاخ بلال بوتين. بغينا نقولوا غير بوتين راه 6 الملاعب ديجا كملوا وجدوا مثاليين. 6 الملاعب مثاليين، يعني ما بقى لا فينيسيون لا حتى شي حاجه. 6 هذه اما ديال الرباط فين غادي يلعبوا خوتنا الجزائريين هذوك سبيسيال. هذاك ما يكملش حتى يحيدوا النعاي اللي يدخلوا يلعبوا، حتى يبدلوا التيشيرت. هي هذاك سبيسيال هذاك. فهمت؟ لحقاش غادي تكون فيه الكوميسيريه ولا بي جي والمحكمه وكل شيء تما. عندك الصح. فهمت؟ صح هذاك سبيسيال هذاك. اما الملاعب فين يلعبوا الاخرين يعني لا عادي. فهمت؟ هذا اللي فيه المرافق زياده، فيه لا بي جي، فين كيديروا ديك القراعي ديال لا سيكوند. هذاك لا سيكوند كنحيدوه من المغرب دابا راه ردوه. شفتي داك المشروب اللي كان عندنا في المغرب سميتو لا سيكوند؟ سمعته شفته. كان حيدوه من المغرب ودابا ردوه وغادي يديروا تما واحد الديبو تما. فهمت؟ مع الكوميسيريه والمحكمه وكل شيء غادي يكون تما في الملعب. ما شاء الله. واخا نشوفوا الرد تاع بوتين من بعد. الحرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. كي داير أخويا؟ لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك اختي. لاباس؟ بغيت لاباس الحمد لله شكرا. كنبغيك بزاف، كنشوفك تتبعك دائما ما شاء الله عليك. زعما ما عندنا ما نقولوا. بغيت نرد غير على هذاك بوتين. مرحبا. انا غير ما ساكناش في المغرب، مشيت للمغرب قعدت تما 15 يوم ومشيت للرباط ضربت الضبيره وبغيت نشوف داكشي اللي كيديروا داك البني اللي كيبنيو. قولوا كي سانكيت با غير ما يديرش لي سوسي علينا لحقاش غادي داكشي مزيان كما بغى المغرب ديالنا. شكرا اخويا وانا معاكم وانا تنسمعك وتنكبس لك وما شاء الله عليك. ربي يحفظك اختي العزيزه. شكرا لك. ميرسي. شكرا لك يا بوتين. مرحبا من جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وسمعت كلام تاع بلادي قال لك يا سيدي راه التيران هذا اللي راح تلعب فيه المنتخب الجزائري راح يخليه هو الاخر. واش رايك؟ شوف يهضروا مع الكاف، اللجنه ماشي احنا ضيوف فقط. احنا كمنافسين في الدوره احنا زينا زي جميع الفرق الاخرين. نشوف مع يعني اللي منظمه البطوله هو الكاف هو اللي راح يعاقب راح يندد وراح اكيد لما تسمع او انتم يعني ما توشيكمش العقوبه. نظن جاب لي ربي العقوبه ما توشيكمش يعني جميع المساوئ ديروهم. تفضل. العقوبه بسبب اش العقوبه هذه؟ لا ما قلتلكش عقوبه، قلت لك انتم اي حاجه ديروها تخموا لازم فيها عواقب. يعني لما تفرض فيزا على ناس يعني في اخر لحظه كي تقول فيزا اليوم نديروا الفيزا اكيد احنا نحترموا الدوله اللي داخلين عندها ونتقيدوا بالقوانين تاعها. انا مانيش يعني الناس احنا نحترموا القانون الدولي نحترموا القوانين تاع الدول، لكن الاهانه ما ظنيتش بلي اي شعب يقبل باش يهان. يعني انا نروح كسائح راني جاي بدراهمي نشري واش حبيت ونبات وين حبيت ونحوس نعيش الافضل ونحوس نتمتع.
لكن ونجي نحوس نتفرج اكثر يعني اكثر مقابلات تشويق لازم ندخلها نشوفها. ما يهمنيش فلوس، انا نخلص. انا جيت على جال المتعه، يعني وين صبت المتعه نروح. يعني الفريق اللي راح يلعب ويكون يلعب مليح راح نتفرجوا، لان انا رايح جيت على جال نتفرج الفوتبول، جيت نتفرج فوتبول. اما في لسانكم حاجه واحده اخرى باللي الجزائريين يديروا مشاكل، هذه غير فدها من راسك. الجزائري مش تاع مشاكل، الجزائري تاع يعني الحقيقه وانسان متطور، انسان مثقف. ماناش للمشاكل هذو مستحيل. لا اكيد احنا مطالعين، احنا كشعب جزائري مطالعين بالحساسيه اللي كاينه، ونعرفوا باللي رايحين هذا الشعب الجزائري راح يدخل الدوله يعني عندها حساسيه من الشعب، ورايحين نلتزموا باقصى حد، يعني اقصى حد من النرفزه ما نتنرفز. وانتم فان كذلك لازم تخلوا جانب تاع الاخوه يكون كاين، وما تستعملوش يعني بعض الشعارات اللي راح تهدد الامه او الجهه او هذا الجهه تاع شمال افريقيا، راح تتهدد بهذه الشعارات اللي رايحين ممكن يخرجوا يعني من الدوله او من الشعب. احنا نعرفوا ومطالعين على الاشياء اللي راح تصرى. احنا رانا فايقين كاع واش يدير القجع، واش يدير حتى الكاف، واش راح تستعمل كعقوبات وكتوصيات راح تعطيهم للدوله اللي راح تستضيف هذه البطوله. وحتى عارفه باللي الشعب الافريقي ماشي الجار، ماشي الجزائري. انا بكل صراحه بوتين انا ما عندي حتى اخبار في القضيه هذه. فيدنا اكثر، ما هي الكولاسات، ما هي تاع القجاع والعواقب؟ فيدنا في هذه القضيه هذه اكثر. لا احنا مش رايحين نناقشوا النظام تاع الكاف اللي راه مديور ويعني كل الدول تعرفوه قابله به. يعني انت مادام راك منضوي تحت منظومه تاع الكاف، راه عندك قوانين تاع الكاف والفيفا، يعني لازم تلتزم بهم. مستحيل باش تقول لي الاخر حتى الشهر التالي بنعاود نوجدوا لكم التيران. هذه في افلام الخيال ولا واش راك تقول؟ هذا الخيال وما يتصورهاش. يا سي محمد راك عندك التزامات تلتزم. في شهر سبتمبر حوالي وقيله 9 ولا 10 سبتمبر لازم تكون مسلم كل المرافق، وقبل 9 سبتمبر ولا 10 سبتمبر الله اعلم 9 و10 سبتمبر يستلموا المرافق هذو. وفي نظرك انت الى وصل هذا الوقت هذا والمغرب ما وجدش الملاعب او ما وجدش الشروط المطلوبه، ولا وخلني انا شو قلت لك باللي شوف موقع تاع فوت افريكا، واحده الصحفيه ولا يسموها ليدين نيون، هذه هي اللي كتبت على موتسيبي. الصوت تاعي راه يرجع ابراهيم، انا نسد المايك. هذه الصحفيه هي اللي كانت عندها تقرير ودرت التقرير هذه في فوت افريكا، ونشرته جريده فرنسيه. وقالت الداخل يعني في الاجتماع اللي صرا في مصر، الكاف دار الاجتماع وعرفوا قالوا باللي في مصر قالوا باللي المغرب يعني مانيش عارف يتماطل، او يعني ماهوش قادر، ماهوش مجهز الملاعب والمنشآت اللي يعتمدها لتنظيم هذه البطولة. ممكن تسحب منه في الأيام القادمة، يعني الشهر القادم، ويشوفوا الدولة اللي راهي جاهزة. قلت لك أنا رشحت جنوب إفريقيا أو نيجيريا، لأن مصر هي جاهزة لكن ما تنظمهاش. وانت ويشوفوا دولتين يعني. انت يا بوتين تحب تبقى البطولة في المغرب ولا حبيتي يديوها لجهة أخرى؟ دوك انا نشوف من الناحيه الماليه لما يديروها لجنوب افريقيا عرف باللي العدد المشجعين راح يكون قليل بزاف، ولما تكون هنا في المغرب اكيد باللي راح واحد 200,000 مشجع ولا راح يجي للمغرب من الجزائريين، خاصه الجاليه الفرنسا، لان ما عندهمش شروط رايحين يدخلوا شغله مدخلين في التران. يعني المسافه تكون قريبه والمغتربين في اسبانيا ولا فرنسا ولا المانيا كل يعني العرب رايحين يجوا يعني المغرب كمنظم. قال لك نشوفوا الراي تاع عبد الرحيم. السلام عليكم خويا ابراهيم، الضيوف ديال الكرام اللي في الكيست او خارج الكيست. وللاسف المغرب ما غاديش يكونوا التيرانات جاهزين،
وغادي نطلبوا من مصر، تونس والجزائر كلها غادي تحتضن مجموعه. كنظن يمكن غادي القجع غادي يهضر معهم باش يسهلونا هاد المأمورية. والاخ بوتين قبيله كنت سمع قال لك راه شرا ليبيين، ديالاش هاد الليبيين اللي شرا ومنين شراهم؟ السؤال منين شراهم؟ ومنين شراهم وامتى شراهم وهما باقي ما خارجينش للوجود. تصيط يا بوتين، كلاوك داولك صواردك. زيد خويا عبد الرحيم. صافي هادشي اللي عندي انا، غير دخلت غير على هذا. قال لك راه شرا ليبيين. ما قلتلكش شريت، قلت لك احنا جاهزين باه نشرو. لا قلت لنا الدولة قلتي عندي ليبيين. يمكن لي نعطيك سؤال خويا بسيط؟ تفضل خويا مرحبا. يعني سؤال شوف سؤال منطقي خويا، واحد الحساسيات ما ندخلوش فيهم، مسكون لايف يطيحوا. لا خونا ابراهيم على بالك انسان مثقف. الجمارك الجزائرية شحال مخصصة لكل جزائري يخرج ديال الفلوس من الجزائر؟ في الحج 1000 أورو، وكي نجو رايحين ما عدا الحج 750 أورو. اذا باش تجي المغرب خاصك القليله 2000 اورو. اذا ما غاديش الجمارك ما تخليكمش تخرجوا. نو ماشي هكذاك. حنا عندنا قانون خاص باسكو حنا ماناش دوله سياحيه. تعرف باللي ماناش دوله سياحيه والدراهم تاع الخارج ما نخصوهمش. احنا نتعاملوا غير بالدينار. كي نجو خارجين عندك الحق تخرج 7500 اورو، 7500 اورو تخرجها. هذا زدتي زيرو. لا ماشي زدت زيرو. صنت لي نصرفوا يعني تروح للبنك تحط الدينار يعطوا لك 750 اورو. اما عندك يعني عندك في القانون تقدر تخرج حتى ل 7500 اورو لكل شخص. هذا هو وكي تكون رايح للسعوديه الدوله تصرف لك يعني الانسان. الناس ماشي في المقدور تاعهم عندهم الاورو راه دوله، راه عمله صعبه وما عندناش في الجزائر. راهي عند البنك برك. الا كاين المغتربين، مثلا انا كاين عندي خويا في فرنسا عندي الاورو، كي نحتاج مثلا نقدر ندي معايا 5000 ولا 6000. اما في البطوله الافريقيه، ولا مثلا في كاس العرب، الدوله الجزائريه تدعم المشجعين تاع الفريق الوطني، تعطي لهم 2500 اورو. هذه هديه لكل المشجعين. اي مشجع يعني يبدي الرغبه تاعو لتشجيع الفريق الوطني، وناس معروفين يعني ممكن واحد 20,000 شخص ولا 20,000 ولا 50,000 شخص هما يعني عندهم الأحقية باش يكونوا يعني في التصدير تاع في المقدمة تاع الناس اللي يروحوا. عندهم 2500 أورو هدية من عند الدولة الجزائرية. مرحبا أخويا. بالنسبة المقترح اللي غادي يدير القجع، واش غتقبلوا به؟ تقدروا تنظموا مجموعة عندكم ومجموعة تونس ومجموعة لعند مصر؟ لا اخي، احنا شوف الملاعب اللي تصنع فيهم الجزائر راهي مهيئتهم للشعب الجزائري فقط. وكان الرد الصريح تاع السيد صادي وين راسل يعني الكاف، وقال لهم باللي حنايا ما تعيطوناش في اي منافسه، ماناش نخموا في المنافسه. احنا اليوم رانا متوجهين يعني للشباب الجزائري فقط باش نهيئوا هذا الشباب اللي الرياضه فقط. ماناش نحوسوا لتنظيم اي بطوله افريقيه او عالميه او شيء هكا. لا، ولكن الا طلب منكم جاركم تعطيه واحد يد مساعده تعطيها ولا لا؟ احنا قلت لك احنا غير ماناش متقبلين باش ننظموا. احنا نهضروا مع الكاف، ما نهضروش مع الدول. تكون الكاف هي اللي تنظم، ماشي الدوله تنظم. ماشي المغرب عنده الحق باش يقول الجزائر نظمي. المغرب يقول للكاف ولا الجزائر تقول للكاف. احنا ردينا على الكاف قبل ما يسالونا، قلنا باللي الجزائر للكاف ماناش محتاجين باش نزيدوا ننظموا ولا منافسه في هذه 20 سنه الجايه. ما ننظموش منافسه. غادي نعطيك خويا بوتين، غادي نعطيك واحد الخبر صاعقه. الملاعب كلهم جاهزه المغربيه وما غادي نحتاجوا حتى شي واحد، وغادي ننظموا حتى لا كوب دي موند ان شاء الله ولا كوب الموندياليتو حتى هو ان شاء الله. نتمناو الشيء هذا، نتمناو من كل قلبي، لان كنتمناو تجيو الملعب المركب الرياضي مولاي الحسن اللي غادي تبنى في واحد لو طون روكور
راه يلاه بداو غير البارح، دابا راه تقريبا وصل 25% في سيمانه، وعاودوه من جديد. هذا هاد التيرانات اللي غادي يلعبوا فيهم لا كوب دافريك راهم كانوا في الواقع كانوا وهدموهم كاملين، هدموهم وغادي يعاودوهم من جديد، وراهم دابا كلهم واجدين ان شاء الله. السلام عليكم خويا ابراهيم. شكرا عبد الرحيم. السلام عليكم عبد الرحيم معليش سؤال سالتني بزاف وجاوبتك. عبد الرحيم ممكن يعني في المثل اللي عطيته لسي ابراهيم قلت له باللي يعني بلجيكا بنات يعني درت انجاز، وكي كملت الملعب قالت انجاز، ملعب ذو سعه 20,000 متفرج بناته في 15 شهر، وقالت بلي درت انجاز ودوله متقدمه، دوله يعني في اوروبا يعني كل الاجهزه والمواد اللي تبني بهم يعني واجدين ومؤهله يعني لاي شيء. المغرب بقات له 8 شهور ولازم الملعب يبدا. راك تقول 25% اللي ابراهيم ما كانش يقول لي فيها، صافي راه بنسبه 25%. شهر جونفي كنتو 5%. اخي ابراهيم ما كيتواجدش في الرباط. الرباط فيها 4 ملاعب. الامير مولاي عبد الله راه كمل، اللي هو اللي غادي تلعب فيه دابا في مارس، غتلعب فيه مقابلات ديال الاقصاء كاس العالم. الحسن الثاني تبنى تهدم كامل، ويلاه بداو دابا وصلوا ل 25% في وقت وجيز. باش تقارنني مع بلجيكا، المغرب دابا في الاعمار احسن من بلجيكا، لان ايادي مغربيه اللي كتبني، مهندسين مغاربه اللي كيبنيو، ماتيريال مغربي، كلشي مغربي 100%. شكرا عبد الرحيم اخي، شكرا لك. يوسف خويا السلام عليكم. يوسف افتح المايك. يونس خويا السلام عليكم. واحد المداخله ديال غادي واحد المداخله على هذاك الاخ اللي قال لك ديال بلجيكا. واحد 80% ديال المغاربه هما اللي تيبنيو في بلجيكا، ولا 90% شركات وخدامه وكل شيء. وهذاك الدري اللي قال لهم 25% دابا تقريبا البارح انا سمعت شي فوكس وقيلا 45% في الملعب ديال. وشكرا الله يحفظك. شوف بلادي بوتين شكرا لكم. نخليو مره اخرى ان شاء الله. اليوم تاخرت وسهرت البارح وما قدرتش نكمل اللايف. ابراهيم ماناش نسمعوا فيك ابراهيم. نسيت سديت المايك. اخويا بوتين شكرا لكم، بارك الله فيكم، لان ما قدرتش نكمل اللايف وسهرت البارح والله ما قدرتش. نخليو مره اخرى ان شاء الله، نشوفكم في توقيت ان شاء الله اخرى. الكلمه الاخيره تعطيها لي انا ولا تعطيها تفضل بحال كيف الاخ اللي معنا؟ واخا تفضل. انا كنت نتمنى يعني على اول حاجه سالتك عليها انه نسبه الانجاز. كنت نتمنى اي انسان يقول لي نسبه الانجاز، يعطيها لي موثقه من عند مسؤول يهضر في فيديو او يقولها في جريده. يعني ان انا نقول لك نسبه الانجاز اليوم راهي في 5%. يعني وإلا عندك العكس اعطيني دليل من عند اي مسؤول او صوره او فيديو يثبت 65 او 40 او 20%. حتى ال 20% انا ما ناكدهاش. شكرا ان شاء الله. بوتين بلادي واش تحب تقول؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا اخويا ابراهيم، شكرا على اللايف، وشكرا للاخ الجزائري اللي طلب تعطي له الجواب من شي مسؤول باش. وحنا كنتعاملوا مع الكاف، ماشي مع واحد اللي نايض من النعاس وما عرفتش وجهه. اسمح لي يا خويا، شكون انت باش نعطيو لك الانجازات موثقه من المصدر وهادي منين جات لك هذه منين؟ والسي شاري البي ما خصوش يخسر يا لا بلادي. إن هذا البي اللي شرا، إن هذا اوتيل اللي قبض،
انا قلت لك قبيله ما تهدرش مع الناس اللي تيكونوا ناعسين حتى يفيقوا اخويا ابراهيم الله يرحم الوالدين. راه مازال بدوخين بالنعاس صحيح. والله الا مازال ناعسين. راه بحال قال الاخ ربي دابا يحفظكم خوتي العزاز، راه نشوفكم مرة أخرى إن شاء بلجيكا. انا الله. حاليا دابا في بلجيكا، وشكون اللي خدام في بلجيكا؟ شكون اللي تيبني الله وشكون اللي جاي المغرب. راه المغاربه يلا خوتي تبارك العزاز، الله نشوفكم عليهم. مرة أخرى إن شاء الله. ربي فهمت؟ يحفظكم. واش غادي نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا